ماذا لو أنا عملت فيها من بنها لكل الإجراءات دي وعملت الفيلم بشكل ما وعرضته؟ ادعوا له يا جماعة. طيب خلينا نمسك حاجة حاجة. أول حاجة النقابات. فحسب قانون نقابات المهن الفنية رقم 35 لسنة 1978، فمزاولة المهن السينمائية من غير عضوية النقابة أو التصريح المؤقت لمزاولة النشاط ممكن يعرضك للغرامة. الغرامة دي بتكون ما بين 10,000 لحد 100,000 جنيه لحد دلوقتي. الأسعار ولعت. مع مضاعفة الغرامة في حالة تكرار، يعني لو عملتها تاني هيخلوا لك الغرامات ضعف. وتحمد ربنا لان الكلام ده من اول تعديل القانون في 2021. قبل كده كانت غرامه وحبس. اللهم صل على حضرة النبي، انت جبت المعلومات دي منين؟ بس الكلام ده في حاله لو انت المخرج او المنتج، مش مساعد اخراج تحت التدريب او ممثل طلع لقطتين. تاني حاجه بقى بالنسبه للرقابه على المصنفات الفنيه، فلو عملت فيلم بشكل ما وعرضته من غير موافقه الرقابه، فحسب قانون المصنفات الفنيه رقم 430 لسنه 1955، فده هيعرضك للغرامه والحبس. اما بقى لو اتقبض عليك انت والكرو بتاعك وانت بتصور خارجي من غير تصريح الداخليه،